ياسر إبراهيم يقترب من التواجد في قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادمة. الكابتن محمود الخطيب حضر تدريبات الأهلي اليوم لمتابعة اللاعبين واكتفى بالاجتماع مع مدير الكرة دون التحدث مع اللاعبين. النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب والمدير الرياضي محمد يوسف يقرر تجميد مستحقات اللاعبين لحين عودة الفريق للانتصارات. أشعة الرنين التي أجراها زيزو اليوم لم تظهر أي شيء في الإصابة، وسيجري اللاعب أشعة سونار لتحديد حالته ومدة الغياب. أحمد شوبير يؤكد أن من قبل ماتش امبارح إمام عاشور كان تعبان والجهاز الفني كان بيفكر يطلعه بره القايمه، لكن امام عاشور قال لهم انا موجود وجاهز ودول شويه برد في المعده، وبعد الماتش الوجع زاد واتنقل امام عاشور للمستشفى، واللاعب عنده مشكله في جدار المعده وهيقعد في المستشفى 3 ايام تحت الملاحظه. الاهلي ينهي اتفاقه مع فيشر على عرض المقدم من النادي، ولكن لم تتم توقيع العقود حتى الان بسبب الاختلاف على الشرط الجزائي في حاله رحيل المدرب عن النادي. تقارير صحفيه تؤكد اذا قرر الخطيب الرجوع عن قراره والاستمرار في رئاسه النادي، سيد عبد الحفيظ سيترشح في انتخابات الاهلي القادمه ضمن قائمه الخطيب بديلا لحسام غالي. مروان عطيه طلب تعديل عقده للمره الثانيه، كان بياخد 7 مليون وتعدل بقى 10 مليون اثناء فتره كابتن محمد رمضان، واللاعب طلب بتعديل عقده مره اخرى ل 15 مليون، والاهلي قال له مفيش تعديل عقود تاني والقصه مقفوله. اسد الحملاوي طلب من الاهلي ان يكون في حسم في موضوع الراتب في موعد اقصى ديسمبر القادم، والاهلي اتفق مع اللاعب انه يدفع الشرط الجزائي لناديه ويكون مع الفريق في يناير، لكن اللاعب قال للاداره يا ريت يكون في حسم في الراتب لان الترجي داخل في الموضوع، لكن اللاعب عايز الاهلي. البرتغالي سانتوس احد المرشحين لقياده الاهلي يمنح الاولويه لنادي باناثينايكوس اليوناني لتولي تدريب الفريق بعد إقالة روي فيتوريا. بعد رحيله عن النادي الأهلي المهاجم محمد ياسر ينتقل إلى نادي سيجما أولمبوك التشيكي المشارك في دوري المؤتمر الأوروبي لمدة موسمين. الدوري البرتغالي يرفع اسم حمزة علاء من قائمة فريق نادي بورتيمونينسي البرتغالي، واللاعب يقرر فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي بسبب بطء إدارة النادي في قيد اللاعب، واللاعب يعود إلى مصر. روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر يقترب من قيادة النادي الأهلي بعد تأكد إصابة إمام عاشور بفيروس A. تحاليل طبية للجهاز الفني واللاعبين والجهاز الإداري والطبي داخل النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب وصل إلى بالم هيلز بالقرية الذكية لعقد اجتماع مع ياسين منصور دون الكشف عن السبب، والأقرب هو إقناع ياسين منصور بالترشح لرئاسة النادي الأهلي. حسام البدري يؤكد في تصريحات إن الأهلي يمر بوقت صعب وده وارد في الكورة، بس الخروج منه محتاج تكاتف من كل أبناء النادي. عندي ثقة إن الفريق هيرجع أقوى بدعم الجمهور، والخطيب قيمته كبيرة واستمراره مهم، وأنا عمري ما هنسى دعمه ليا. الأهلي ليه فضل عليا طول عمري وخدمته شرف ليا في أي وقت. أبدأ قادة الأهلي الدوليون محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني ترحيبهم بفكرة التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، هو ما شجع الإدارة على وضعه ضمن حساباتهم بعد رحيله عن ناديه السابق. تم سحب عين الدم أمس الاثنين من كل لاعبي الأهلي الذين اختلطوا بإمام عاشور مؤخرا، وأثبتت سلامة الجميع من العدوى. تقارير تؤكد دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب الفريق، حيث رحب المدرب بالفكرة لكنه طلب تأجيل التفاوض لحين انتهاء ارتباطه مع منتخب عمان، وهو ما رفضه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ليتم إغلاق الملف سريعا. أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أسامة فيصل تلقى عرضا من الأهلي في بداية الموسم، لكنه فضل البقاء معنا واحترمنا رغبته دون الدخول في أي تفاصيل مادية. قناة الأهلي تؤكد أن الأهلي استبعد روي فيتوريا من حساباته تماما بسبب فشله مع منتخب مصر، ولم يحدث أي تفاوض معه من الأساس. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.